ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله رمضان. فيديو النهارده بقى زي بتاع الصوبيا، بس يعتبر في اهم مشروب في رمضان واللي كلنا عارفينه اللي هو التمر. هنعمل مقارنه بين الجاهز اللي من عند العطار وهنعمل التمر من الصفر بقى يا معلم بالبلح بتاع التمر. خلينا بقى نبدا بالجاهز على طول. نجيب الخلاط الجميل بتاعنا. هننزل بقى يا معلم من خليط التمر دوت بحوالي ربع كوبايه. هو شكله مش عاطفي الصراحه، انا خايف منه. تحس ان هو ازاز مكسور بالظبط كده، بس هو كريحه ريحه حلوه. لا هو ريحته حلوه بس شكله معرفش، بس ما علينا. هتنزل بقى يا معلم بربع كوبايه التمر الجاهز دوت هنا في الخلاط بتاعك. وكلنا عارفين بقى طبعا ان التمر الجاهز ده ما بيتعملش غير بميه، ما بيتعملش باللبن. فاحنا بقى يا معلم هننزل بحوالي كوبايه من اللبن، من الميه. لبن ايه؟ احنا هننزل كده بكوبايه ساقعه، ادي كده نص وادي كوبايه. والان فقره الخلاط، يلا بينا. شكله عاطفي يا اسطى. هو شكله وريحته حلوه. ننزل عليه بمكعب تلج برضو، بس شغل الاول. بس كده احساسي بيقول لي ان هو بقى فل. حضرتك فادي سنس، فادي هبداوي. نفتح كده ونشوف الشكل مع بعض. يعني هو ريحته حلوه الصراحه وشكله حلو. يعني بص الشكل عامل ازاي، يعني حاجه، لا شكله حلو. فاحنا بقى ايه، نصب كده في الكوبايه. شوف مع بعض. هات يا ابني كوبايتك عشان ايه ما تظلمنيش. يعني. هو شكله وريحه الصراحه جامد قوي، بس ندوق بقى ونشوف ايه الطعم. يعني اهم حاجه الطعم. يلا بينا. ادوق. عايز اقول بعيد لك عني، انت بتذلني عشان اجيبها يعني. يا نهار اسود، طعمه عامل زي لما ايه، وكانك جايبه من العصاره على طول. ايه الجديد؟ ما هو بتاع العصاره اصلا بيجيبه من كده. فاكر ان هو بيعمله من الصفر ولا هيتعب نفسه عايز ينجز؟ هو جامد قوي، بس عايز افهمكم حاجه. مكونات التمر دي بقى يا معلم بتبقى عباره عن ايه؟ سكر صافي، بتنزل عليه بملح ليمون اللي هو اصلا مضر بالصحه، وبتنزل عليه بلون تمر اللي هو لون اسود ومكسب نكهه. مفيش يعني التمر ده ملوش علاقه باي حاجه. احنا بنقول عليه تمر عشان احنا متعودين على كده، لكن ده ملوش علاقه نهائي بالتمر. بس صراحه طعمه جامد. ده فيه مكسبات طعم. ده لازم. انا بقول بقى ايه، كفايه كده ويلا بينا نشوف اللي انا هعمله بقى من الصفر. بص بقى يا معلم، التمر اللي احنا هنعمله عباره عن ايه. اول حاجه يا معلم معانا 10 حبات بلح اللي هو بتاع التمر الناشف دوت، بس انا نقعته في ميه مغليه حوالي ربع ساعه كده لحد ما قطري معانا بالشكل دوت، وشلت منه البذر. هننزل بقى ايه يا معلم بكوبايه لبن في الخلاط. انا عايز اقول لكم بس حاجه زياده تاكيد على كلامي. لون الخلاط بعد ما حطيت فيه التمر اللي جاهز لونه كرف على لونه اصلا، ما يعني لازم يدعي الجامد قوي عشان ينضف. فدي برضو حته حبيت اوضحها لكم. ما علينا، هننزل بقى بكوبايه الحليب بتاعنا. ادي كوبايه، ادي الثانيه. بغطي غطي النص كوبايه. حط بقى كده يا معلم على الخلاط بتاعك. هننزل عليه بقى بشويه سكر بودر كده على حسب الرغبه، على حسب انت بتحبه مسكر قد ايه. هو ده دي ولا سكر؟ انا هنزل بحوالي بالبركه. انا بحب الطعم مسكر. خدهم كده بالبركه انت ورزقك بقى. يلا ينزل بالبركه كده، ينزل بنص البتاع ده. دول تقريبا كانوا ربع كوبايه اصلا، بس قشطه. واضرب بقى يا معلم الكلام ده كده في الخلاط. وطبعا اهم حاجه بقى معانا التلج. شغل كده يا باشا وانزل وهو شغال عليه ولا خير. بعد بقى ما ضربت التلج والسكر والحليب مع بعض، انزل بقى يا معلم بحبات البلح بتاعتك. هم دول هيبقوا كتير قوي على كوبايه. هو انا معاك يا اسطى، انت لغيتني. بعد ما نزلنا بقى يا معلم اضرب. وده بقى يا معلم شكله بعد ما خلص. ريحه حلوه. ده يا معلم بقى شكله بعد ما خلص. بص حاجه جامده. بس قبل ما ندوق في حاجه حابب كده ايه اقولها. انا حاطط الحليب مع البلح بس، كان المفروض يبقى في مكون تالت اللي هو دبس التمر، بس انا دورت عليه عندي الصراحه ما لقيتوش، وكان موجود على امازون. لو طلبته كان هيجي لي كمان 3 4 ايام. فانا قلت ايه، هعمل دوت معاكم واقول لكم على الحته ديت. لو حابين تزودوا دبس التمر هيديله طعم برده ايه، هيغيره لك خالص، هيخليه احسن. ولو حابب تستغني عنها برده مش هتفرق كتير. فيلا بينا ندوق ونشوف ايه الكلام. مبدئيا كده هو قوامه تقيل. احلى حاجه اصلا انت عمال ترش على وشك عادي جدا. كله فدا الطعم الجميل. وده كده يا معلم شكله بعد ما اتصب في الكوبايه. يعني شكله حلو. يلا بينا ندوق. ده جامد قوي. وقطع التمر ده كمان، ده من غير دبس تمر كمان. تخيل معايا لو كان في معاه دبس بقى كده. جامد قوي. يلا طبعا لما تجيب ده جنب ده باين الفرق. باين. حصل. ايه ده؟ بصوا الفرق. و100% ده افيد صحيا كمان. انا اقول لك على حاجه حلوه. خد يا اسطى 50 جنيه وانزل دورنا على دبس التمر. دبس التمر. انزل دور عليه، لازم نجيبه. هينقله حته تانيه خالص. حصل.
يعني بصوا يا جدعان الفرق اظن ان هو واضح من غير حتى ما اقول لكم اي حاجه. فلو انت عندك دبس التمر او متاح ان انت تشتريه فانت لازم تجربه، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو كمان بس وانا جايب دبس التمر، يعني لو عرفت الاقيه عندي هجيبه واجربه مع نفس الكلام ده واقول لكم رايي. يلا بقى نخش على المقارنه. يلا ندوق. انا عايز بالظبط كده، دوق انت الاول. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ثانيه بس، انت هتخلصه؟ لا ده حلو فعلا. بص بأمانة اه، احلى من ده. ده حقيقه. تحس اصلا ان ده مشروب وده مشروب تاني خالص. انت كمان لما تدوق ده وتدوق بعديه ده هتلاقي ان ده طعمه مش حلو. صح؟ بصوا يا جدعان مبدئيا كده ده طعمه مختلف عن ده ب 180 درجه، يعني ده ما يجيش حتى قريب لطعم دوت بنسبه 1%. فانا شايف الصراحه ان انتوا تعملوا ده، يعني طعمه احسن وافيد وفي نفس الوقت ده تمر اصلي. ده انت ما تعرفش ده ايه ده اصلا، انت بتشرب حاجه طعمها حلو على الفاضي بس ما تعرفش هتضرك ازاي. فانا نلغي ده خالص كده، خد انت اشربه، انت كده ما يفرقش معاك تتعب ولا ما تتعبش، وانا هكمل دي. طب ليه يا اسطى؟ انا عايز لبن، عايز استفيد مفيدات. روح اعمله في بيتك، اتفرج على الفيديو بعد ما ينزل يا باشا وقلد خطواتي. في الصوبيا الصراحه كانوا الاتنين حلوين، لكن ده لا، ده حقيقي. وده حلو بس حلو. بعد ما دوقت ده لا مش هشرب تمر تاني. بس كده يا جماعه فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. وزي ما انتم ما شفتوا بقى معانا تمر الجاهز ده في حته والتمر اللي احنا عملناه ده في حته تاني خالص. لو هتعملوه في رمضان بلاش التمر الجاهز، اعملوا التمر التاني اللي ببلح التمر، هيبقى احسن بكتير جدا كطعم وكفايده. فيا معلم لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل تحت اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده من رمضان. وبعد رمضان برضو في حاجات جديده وجامده جايه في الطريق، فانت لو مش متابعني انزل تابعني دلوقتي حالا، يلا بالا انجز. انت لسه هتهزر معايا ولا ايه؟ وكالعاده بقى يا جماعه اللي عنده اي تجربه جديده، هبده جديده، افتكاسه جديده، تجربه فاشله وخايف يولع في نفسه وفي بيته، كالعاده انزل تحت سيبها لي في الكومنتس او تعالى ابعت لي على الانستا، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن برده. وانا يا معلم هولع في نفسي وفي بيتي في كان الفوتوغرافر هذا اللي ورا الكاميرا اللي عمال يقول لي شاور وما تشاورش عشان خاطرك انت. اشوفكم الفيديو الجاي بقى، سلام.